اتقال لك التمرين ده وحش قوي واسوأ تمرين في الدنيا. للاسف ما ذاكروش كويس الفرق ما بين الاكسترنال ستابيليتي والانترنال ستابيليتي. زي كده ما ينفعش اقارن الفرق ما بين السكواتس والليج بريسز، لان الليج بريسز هو جهاز بيثبتك، بيخلي جسمك كله ستيبل، فانت قادر ان انت تبوش في الاوزان اكتر، فهتعرف تشيل اوزان اكتر وتحمل على العضلات. طب ده معناه ان السكواتس ملوش لازمه وان احنا نرميه في الزباله ونقول على السكواتس ان هو تمرين فاشل؟ لا طبعا، تمرين السكواتس مهم جدا ومن اهم التمارين الفانكشنال تريننج اللي انت بتعمله بشكل يومي اساسا من غير ما انت تحس. الفرق ما بينهم ان السكواتس هنا مفيش اكسترنال ستابيليتي، يعني مفيش جهاز هيثبتك بحيث ان انت تعرف تشيل اوزان تقيله قوي، لكن في المقابل انت بتقوي اغلب عضلات جسمك وكمان بتدعم جسمك على الاتزان، عشان ما تجيش مثلا في تمرين زي اللونجز تلاقي نفسك ان انت عمال ترعش ومش عارف تلعب. هنا نفس الكلام بالظبط. تمرين البنت روز هو تمرين جميل جدا بيشغل الباك تشين كله، هتلاقي عضلات القطنيه شغاله، هامسترنج شغاله، وغيره كتير من عضلات عشان بتدعم جسمك على الاتزان. فانت بدل ما جسمك هيقع في السباين فليكشن، فانت جسمك بيظبط نفسه في السباين اكستنشن، فالقطنيه شغاله كايزومتريك كونتراكشن. وبدل ما جسمك هيقع في هيب فليكشن، فانت جسمك ظابط نفسه في هيب اكستنشن، فتلاقي عضلات زي الهامسترنج والجلوتس بتثبت الجسم معاك. يا باشا انت عامل تمرين وظيفي جبار.